عندوش المستوى باش يكون مدرب، ما عندوش. ما تجيبليش الورقه اللي تجيبها، ما عندكش المستوى وما عندكش الشخصيه. ما عندهمش الناس بصح يقبلوا يدربوا خاطرش يبان ويخلص. ريبوه الناس ما تعرفش كرة القدم، اللي جاي يروح يجوز دقيقة يجيب زوج ورق هو يجي ويبلاصيوه الناس. كاين ناس تبلاصي ناس وتدي حقها. ورحيم وجماعته ما يخدموش لي فوتبالور. مازال ما فختوش علاش ما يخدموش. احنا هذا هو المشكل. الناس راهي تحط في ناس والناس قابلة وديتريمون تاع واحد معمرة في الشرق وفي الغرب وفي السونتر في القبائل اللي فوتبالور يجوزوا. شفت كي كنت نقول لهم جوزوا غير لي ديبلوم. كاين اللوبي ما يخليكمش. بصح لو جور نتمنى ان شاء الله هذاك النهار نشوفوا وين الدوله تقول بركه دوكا ستوب وتبدا تصدم عليهم كيما تشوف لي فيلم اف بي اي كي يوري لك صدموا. لازم هكذاك تجي روح انت واش دير. قول لي شكون حطك انت؟ مين جاك هذه الاموال؟ هدمتوا الكره الجزائريه. عيب تقولوا احنا سارتا. ما نقولش مدربين كاع توجور نخلي بارتي خاطرش كاين كالكوزا واللي يسيروا خلاص. ما بقاش هذا الشيء. بقات لا سوليسيون الا عند الدوله. ما كاش حتى سوليسيون. انا معك احنا رانا نشوفوا بلي ماشي ماتش دو فوتبول بصح كاين اللي عجبهم في الجزائر. عجبهم هذا الفوتبول بيان سير. يعني يدي في الاموال كبيره بتاع البلاد. ريزور قريب يديوه بيان سير. يعجبهم هذا الفوتبول. يقولوا تو فا بيان. تمسخروا بالناس ماشي بينا يتمسخروا بالناس. ولكن هنا كي تشوف هذا هنا هذا الفوتبول عيب. اقسم بالله غير عيب كيفاش هادو. راك تقول كاين اللي توشي 360 رسمي وانا نعرف كاين اللي توشي 350 جوست باش يمدها برك يديجاجي 350 باش ديجاجي. انا اعطيني غير 50 مليون ديجاجي لك دائما. سي كوا سو فوتبول صح. والناس كاين ناس تعاني. جوزت رمضان والله ما شفت واش هو مرسو اللحم. والله ما شراو العيد لأولادهم. يخلصوا 3 ملايين ما يخلص تريسيتي ولا الماء هو والمراه تاعو 3 دراري. ولا يشري حوايج ما كاش. ولا ياكل كي الناس ما ياكلش كي الناس. مسكين يطبع هذيك الشربه ولا دار الروز والطعام هذوك تاع يا ربي. على كل حال ما يموتوش بالشر دراري ولكن حقره. entre 2 millions de dinars et 3 millions 600 360 و 350 pour produire un football اللي تاع جوست 10 ملايين في الشهر باسكو لا في اللي شار في الجزائر. وواحد كان ما يدخل ما يقول ستوب. نيفو تاع 4 اقسم بالله غير يوم القيامه غير الناس تخلص مع ربي سبحانه على جال هذا الشيء. باسكو هنا ضرب كبير 350 250 مليون والو فوتبال. وخدام مسكين ولا اجون سيكوريتي يعس يضل واقف ظهره يوجعوا ويزغد منه يحوسوه. يخلص 3 مليون 30 ميل دينار ما ينجمش ياكل. وبعد يقول لك احنا احتراف. خربتوه. علاش حسب رايك انت علاش مستوى وصل لهذه الدرجه؟ باسكو من الناس نعطيك حاجه. الناس ماهيش تاع كره القدم. شحال يدربوا كل يوم؟ لا ماشي فايده تدريب. ما من العواد يجريوا دائما. روح الخروبات تصيب العواد يجري فايده في الجرا نتاعها. نبانو هذا الجرا ميسي ما يجريش يمشي بك حتى عياو منه من المشيه. بصح سي تنجيني ماشي فايده الجرا يا رضوان. لا تعتقد بوجود مؤامره؟ يا محمد انا ماشي ما نعتقدش بوجود مؤامره. شوف الكاف دائما هناك مؤامرات سواء ضد المنتخب الجزائري او ضد منتخب اخر. قلت لك دائما منتخب البلد الذي يتحكم في دهاليز الكاف يستفيد اكثر من غيره من امور تدار تحت الطاوله بدون ذكر التفاصيل. الآن أنت حط التشكيلة المثالية التي تلعب المباريات وسجل أهدافك يا أخي العزيز واتركنا من نظرية المؤامرة. ماذا بينفوزوا هذا لا ينفي أنه كان هناك خطأ. شوف كانوا طالبنا بركلة جزاء من لمسة يد. هذيك لمسة اليد قاست في رجل اللاعب لا تحتسب ركلة جزاء. كانت كاينة تاع بونجاح اللي أنا متأكد أنها ركلة جزاء. هذيك
متاكد 100% انها ركله جزاء. كاين لقطه اخرى اللاعب كان يجري على اليمين في منطقه العمليات مع الجري، انت تكون تجري تحرك يديك، حرك يدو هكذا قاصدوا الكره هذيك تولي السلطه التقديريه للحكم. يقدر أمين المشكله ليست في هذا. أمين 100%. المشكله ليست في هذا. نعم. يعني احنا قلنا لو حكم الفار نادى الحكم الساحه خلاص المشكله امين، انه حكم الفار خلاص عمل العمل تاعو، نادى الحكم الساحه نبهه بوجود خطا. المشكله انه حكم الفار الذي وظيفته الاساسيه امين هي مراقبه هذه اللقطات التي يتغافل عنها الحكم وتنبيه الحكم. هذا حكم الفار لا يقوم بواجبه، وما تقوليش ما شافش اللقطه امين. محمد اذا المخرج يشوفها والجمهور يشوفها وانت اللي وظيفتك الاساسيه ما تشوفش اللقطه امين. ونزيد لك حاجه امين، يمكن ان لا يراها في تلك اللقطه، لكن بعد احتجاج اللاعبين ومطالبتهم بالعوده الى الفار على الاقل تروح تتاكد. شوف هذوك راني معك محمد. الان احنا علاش نقولوا نظريه المؤامره؟ لو كان مثلا نعطيك مثال، لو كان حكم الفار نادى الحكم الساحه وحكم الساحه راح شاف اللقطه وقال ليست ضربه جزاء، انا نقولوا باللي حكم الفار دار الوظيفه تاعو وحكم الساحه هو الذي يقرر في الاخير. اما انه يا امين حكم الفار لا ينبه ابدا حكم الساحه، هنا اللي تدخلك الشكوك. احنا مجرد هذا كان مجرد سؤال اذا فيه مؤامره او ما فيش مؤامره، هذا السؤال ستجيبنا عنه الايام القادمه. كانت هناك مؤامره ضد المنتخب ام لم تكن مؤامره؟ ولو انه الامور التي ذكرها عمر امور مهمه جدا، تقدم شكوى وخطا واضح من الحكم او خطأين في تلك المباراه وبعد ذلك يتم تعيينه ووضع الاصابع على الاذان، هذا امر غير مقبول. حبيت نقول لك محمد، سامحني عمي محمد، نعم. انا حبيت نقول لك ما نقعدوش نجروا امور نظريه المؤامره محمد ونتخباو من نظريه المؤامره. يا خويا انت ادي ما عليك فوق ارضيه الميدان، اختار التشكيله الصحيحه واللاعبين يلعبوا بقتاليه من اجل الرايه الوطنيه. بعدها نحب نوضح حاجه محمد، لعبت كثير في افريقيا، لا كوربوراسيون تاع الحكام متحده، ما تنساش واش صرا مع قسامه، واش درنا في قسامه. هذا كاع الشيء راح يخدم ضد المنتخب الجزائري، راح الحكام راح يقول لك هذا المنتخب هاو كاش عامل يديروا لك المشاكل. نعم. هذا الباب قلت لك ما عندناش مؤامره، من هذا الباب عنده نفس الراي. ماتش غدوه ديما موفي ماتش ولا موفي تعاود الشعب تذكر كيفاش انا داروا عليا باسكو لو روندمون محرز راهم ينتقدوا في لو روندمون تاعه، ماشي محرز لا بيرسون. لماذا لم يقم بمثل هذه الامور لما كان في السيتي؟ ما كانش يلعب، الكثير كان معاه الجمهور الجزائري يقولوا له حرك نفسك، قول لغوارديولا، الناس دارت على غوارديولا على ذاك على جال المحرز، لكنه لم يقم. كي هو في السيتي كي ما يلعبش، السيتي تكون توجو في الطوب. ولكن حتى مع المنتخب. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارتاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في التعليقات اسفل الفيديو. وكنشكركم على المتابعه الدائمه للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكه المغربيه، وكذلك لنظهر به تطور المملكه المغربيه في مجموعه من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.